في سنة 2011 اتعمل أفلام قليلة جدا للسينما المصرية، وطبعا طالما عملنا أفلام قليلة في السينما يبقى أكيد جودتها هتكون عالية، ولكن العكس تماما حصل. السنة دي كانت من أسوأ السنين اللي اتقدم فيها أفلام في السينما المصرية، وعشان كده النهاردة هقول لكم عن أسوأ أفلام اتقدمت في سنة 2011. وعلى فكرة ممكن البعض يشوف إن الأفلام اللي هقولها النهاردة دي هي أفلام كويسة، والبعض الآخر ممكن يتفق معايا إن الأفلام دي كانت أفلام وحشة جدا. الفيلم الأول هو فيلم شارع الهرم. هرم 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 احنا في شارع الهرم. واحد من أسوأ الأفلام اللي اتقدمت في تاريخ السينما المصرية هو الفيلم ده، والنوعية دي من الأفلام اللي كانت بتتقدم كتير جدا في الفترة دي وقبل الفترة دي وبعدها كمان. فيلم أيقوني في الإسفاف وفي اللا فكرة. أنا مش عارف الفيلم ده اتعمل إزاي بصراحة. الفيلم من بطولة سعد الصغير، دينا أيتن عامر، ومعاهم أحمد بدير. فيلم ما تعرفلهوش بصراحة وعايز يقول إيه. مشاهد كتير في الفيلم ده ملهاش أي علاقة ببعض، حتى الأداء التمثيلي في الفيلم كان سيء جدا، لأن الفيلم بالبلدي كده لا كان فيه سيناريو ولا قصة ولا حوار أصلا، معتمد على إن الممثل يقعد كده ويقول الكلام وخلاص، اللي يجي في باله يقوله بقى. ناهيك طبعا عن الاستاذ احمد بدير اللي مش عارف ليه هو شارك في فيلم زي ده. وطبعا الاستاذ احمد بدير طلع في لقاء قريب وقال ان هو ندمان على الفيلم ده جدا. تقر وتعترف ان دورك في فيلم شارع الهرم لا يليق بتاريخك واعمالك المهمه. لا يليق دي جملة رقيقة منك، انما انا اقر واعترف انه فعلا لا يليق ولا اي حاجه. وفي ممثلين تانيين شاركوا في الفيلم ده، ممكن يكونوا هم عملوا افلام كويسه بعد كده، ولكن الفيلم ده كان سيء جدا واختيار سيء لاي حد شارك فيه. كأن الفيلم كده نحتايه هناخد قرشين ونعمل فيلم وخلاص. ولكن الفيلم ده بالرغم من ان هو سيء جدا نجح في الاخر في السينمات وجاب ايرادات عاليه جدا. ده جاب ايرادات اعلى من فيلم بيبو وبشير اللي كان عامله آسر ياسين ساعتها. فيلم انا بضيع يا وديع. فيلم فاشل اخر حاجه. احنا نجيبه منين الفيلم اللي يخسر ده؟ يعني مفيش فيلم اصلا. استاذ تهامي، تفتكر نوعيه افلامك دي ممكن تعيش؟ اذا كان البني ادمين نفسها بتموت. تستغربوا لو قلت لكم ان الفيلم ده بالرغم من العبث اللي كان بيدور فيه، ولكن كان فيه مشاهد في الفيلم ده بتضحكني احيانا. الفيلم ما فيهوش فكره ولا اي حاجه، ولو اتفرجت على الفيلم ده فانت بتضيع وقتك على الفاضي وخلاص. روح اقرا لك كتاب، اعمل لك اي حاجه مفيده افضل من انك انت تقعد تضيع ساعه ونص في الفيلم ده. انا لما كنت بضحك في الفيلم ده كنت بضحك على الافوره اللي موجوده فيه، على اللا قصه، على اللا حاجه. يعني فيلم بصراحه مش عارف اتعمل ازاي. والمناسبه الفيلم ده لما اتعرض في السينمات هو حقق ايرادات ضعيفة جدا، وصناع الفيلم ده كانوا فرحانين جدا بالايرادات دي ساعتها. واحد يقول لي ازاي فرحانين يا عم وهو ما جابش فلوس كتير؟ اقول لك ما هو الفيلم اصلا ما تكلفش كتير يا صديقي. الفيلم يعني ممكن يكون تكلفة انتاجه كلها كده حوالي 150 جنيه بمواصلات الممثلين. طبعا بهزر، ولكن الفيلم تكلفته كانت قليلة جدا، عشان كده الفيلم لما جاب ايرادات ضعيفة فرحوا. يمكن من المشاهد اللي كانت بتضحكني في الفيلم ده هي مشاهد تهامي ووديع، وعلى فكره كان المفروض ان هم يستغلوا الشخصيتين دول بشكل افضل من كده. وبصراحه احمد مكي لما جاب الشخصيتين دول في الكبير عرف يطلع منهم كوميديا كويسه جدا، لان هم الاثنين عندهم حاجه في الكوميديا، هيعرفوا يضحكوك ولكن يتحطوا في مكانهم الصحيح. ونروح بقى لبدايه سقوط فنان هو بيعتبر من افضل فنانين السينما المصريه، وهو هاني رمزي، واللي قدم في 2011 فيلم سامي أكسيد الكربون. فقير يعني ما حلتيش اللضا، يعني لو عندي لضا اشيله هتشيل لضاك. إفيه طبعا محطوط على عنوان الفيلم عشان انت تضحك قبل ما تخش الفيلم اساسا، ولكن لما تيجي تخش الفيلم بقى عشان الإفيه عجبك مثلا، ده لو عجبك من بره هتتفاجئ ان الفيلم ده فيلم فاضي ما فيهوش اي حاجه. هاني رمزي بعد ما قدم افلام فنيا جيده جدا زي فيلم محامي خلع وعايز حقي وجواز بقرار جمهوري، افلام كانت رائعه جدا لهاني رمزي، كانت افلام متكامله من الناحيه الفنيه، من السيناريو، من كل حاجه. وحتى لما عمل افلام تجاريه قدم افلام برضو كانت حلوه جدا زي فيلم غبي منه فيه، وفيلم بيعتبر من افضل الافلام الكوميديه في السينما المصريه وهو فيلم السيد ابو العربي وصل، واسد واربع قطط. كل دي كانت افلام اي نعم هي معموله بس لاجل الضحك والكوميديا وكده، وكانت افلام تجاريه، ولكن كانت افلام حلوه برضو من هاني رمزي. سنه 2011 لما قدم هاني رمزي فيلم سامي اكسيد الكربون، الفيلم ما فيهوش فكره جديده، وحتى الضحك في الفيلم ده كان منعدم. الفيلم مش هقول سقط قوي في السينما، بس نجاحه كان نجاح معقول يعني، لان بعد كده للاسف هاني رمزي عمل افلام اسوأ من فيلم سامي اكسيد الكربون جدا. توم وجيمي، نوم التلات، قسطي بيوجعني، كل دي افلام بمجرد ما تسمعها هتعرف ان هي افلام سيئه جدا لممثل كوميديان مهم جدا
وهو هاني رمزي، ولكن نتمنى ان هاني رمزي يرجع يعمل افلام حلوه زي زمان، خصوصا ان هاني رمزي دلوقتي تكوينه اتغير وشكله اتغير، وينفع اكتر ان هو يعمل افلام تراجيديه ومسلسلات تراجيديه ويبعد عن الكوميديا شويه. فيلم يانا يا هو، استعجلت يا نضال يا شافعي. سعيد عنده انفصام حاد في الشخصية. تقصد يعني ان انا بنام وانا ماشي؟ هاتولي الحيوان ده. الحيوان عايز ايه؟ الحيوان دي من جوه مش من بره، وكمان من جوه. اسم الكريم. نضال الشافعي هو واحد من الممثلين الخطيرين جدا في السينما المصرية او في الدراما، ممثل شاطر ومجتهد وموهوب قوي، ولكن استعجل قوي في فيلم يانا يا هو. كان ممكن يصبر لغاية ما يلاقي ورق كويس يقدمه في السينما عشان ينجح ويكون من نجوم الصف الأول، ولكن نضال الشافعي استعجل قوي. فيلم يانا يا هو مشكلته مش في الفكرة، بالعكس فكرة الفيلم كانت حلوة قوي، ولكن مشكلة الفيلم ده في تنفيذ الفيلم. التنفيذ بتاع الفيلم ده كان تنفيذ سيء جدا، خلى الفيلم يطلع بأسوأ نتيجة ممكنة، وطبعا ده أدى إلى فشل الفيلم في النهاية وعدم تحقيقه لإيرادات في شباك التذاكر. ونروح بقى لممثل أنا بستغربه جدا، موهوب طبعا جدا، وعمل افلام بتعتبر هي جزء لا يتجزأ من الكوميديا في السينما المصريه. يعني لو هتيجي تسال كده مين الكوميديانات، لازم الممثل ده يتحط كده من ضمن اوائل الممثلين اللي قدموا كوميديا، وهو محمد سعد. محمد سعد في سنه 2011 قدم فيلم تك تك بوم. الفيلم ده كان فيلم سيء جدا لمحمد سعد. هاخدك واطلع على اسكندريه على طول. طب ما اسكندريه برضك في مصر. خلاص بقى مفيش حل ان ناخدك وروح شادين على دمياط. اوعي تقولي لي بقى انه برضو الراجل اللي بيحكم اسكندريه ومصر هو اللي بيحكم دمياط. يعني بعد النجاح الاسطوري اللي حققه محمد سعد في افلام زي الليمبي واللي بالي بالك وبوحه والحاجات الحلوه دي كلها، بيبتدي بعد كده محمد سعد ينقي افلام مش بمستوى افلامه اللي كانت قبل كده. فيلم تك تك بوم انا حاسس ان هو اتصور في اسبوع او اسبوعين بالكتير قوي. بقول لك ايه، انا عايزه اقفل الاكل وشي. ليه فسفوسه؟ فيلم من ناحية السيناريو كان ولا أسوأ، وده لأن الفيلم ما فيهوش ترابط للأحداث. أنا بقى بستغرب إن محمد سعد بيعمل نوعية الأفلام اللي بيكون فيها استسهال في تنفيذها دي، واللي كمان مش هتضيف له أي حاجة لتاريخه الفني. وعموما فيلم تك تك بوم ما حققش نجاح في السينما لما اتعرض. يمكن بعد كده محمد سعد قدم للسينما فيلم تتح واللي رجع بيه بقوة للسينما، وكان طبعا أفضل من فيلم تك تك بوم بكتير قوي. ولكن بعد فيلم تتح بدأ محمد سعد ينزل الكيرف بتاعه تاني، ويا ريت الأستاذ محمد سعد يقدم أفلام السينما جيدة نستمتع بيها في الفترة الجاية، لأنه فعلا ممثل كوميديان مهم قوي. بالرغم من إن في أفلام سيئة اتقدمت في سنة 2011، ولكن برضو كان في أفلام حلوة اتقدمت في السنة دي للأمانة، زي مثلا فيلم إكس لارج، وأعتقد إن الفيلم ده كان أكتر فيلم يحقق إيرادات في السنة كلها. عموما كل سنة في أفلام بتتقدم للسينما، في منها السيء وفي منها الكويس. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات بقى وقولوا لنا انتوا عايزين نتكلم عن أسوأ أفلام لأنهي سنة. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. سلام.